فكره ان هي ده مشروخ. امال انا اللي بعرفش اعزف. اعزائي عزيزاتي، حبي وتحياتي في حلقه من حلقات سايكوبات. سنة 2002 شاب كان عايش في قرية صغيرة كده محندقة في أمريكا، كان قاعد بيسمع أغنية اسمها روني بتاعت ميتاليكا، فرقة اسمها ميتاليكا ودي بتعزف أغاني هيفي ميتال اللي هي عندنا كده زي الشعبي. دخلت مامته من الباب قال لها فين السجاير بتاعتي؟ قالت له ما جبتلكش سجاير. راح قايم وقعد يضرب فيها لحد ما موتها. خرج من بيته وركب الموتوسيكل، مشي في الطريق لقى طفل صغير عنده 11 سنة، طلع سكينة راح قتله، وبعديها راح سلم نفسه. سأله الضابط في اسم البوليس ليه يا ابني عملت كده؟ يعني قتلت مامتك وقتلت طفل صغير عنده 11 سنة. قال له ان هو كان حاسس ان الاغنية اللي هي روني بتاعت ميتاليكا كانت بتتكلم عليه هو، ما شاب قاعد في مدينة صغيرة وحيد، مش بيضحك مش بيلعب، فقد المعنى في الحياة، lost my way. الحاجة الوحيدة عشان معنى الاغنية كلها يكمل يعني this bloody day، يوم دموي، وهو خلاه يوم دموي يعني. فالموسيقى والأغاني ممكن تعمل فينا 20,000 حاجة حلوة و20,000 حاجة وحشة، ولو عايز أتكلم عليهم كلهم هحتاج مثلا 50-60 حلقة. بس أيعقل إن الأغاني تتحكم في تصرفاتنا؟ الموسيقار العالمي فرانز ليست قال لك إن الموسيقى هي لغة عالمية لتبادل العواطف. فالموسيقى هي شيء مش محتاج لدماغ أو لتفكير عشان تحس بيها وتتجاوب معاها، هي حاجة بتتوصل بمشاعر الإنسان عدل كده، فاهم؟ عدل. شغل أي موسيقى حزينة وحس. الكلام ده ممكن تشوفه لو شغلت موسيقى أيا كان نوعها لأطفال صغيرة. أقول لك بقى على الأتقل، في كتاب The Secret Life of Unborn Child، الراجل اللي اسمه توماس فيرني ده راجل بيدرس علم نفس الأطفال داخل رحم الأم، يعني هم لسه جوه بطنه، بيدرس بقى علم النفس بتاعي. يعني أنا مش مدرك هو بيعمل إيه، بس المهم قال لك جبنا الأمهات الحوامل وقال لك تعالى نسمعهم أغاني مختلفة. بداية الموضوع شغل لهم أغاني كلاسيك، حاجة بيتهوفن كده على الآخر، وبدأ يشوف الجنين هيعمل إيه حسب نبضات قلب الجنين، مش الأم، لأن نبضات قلبه معقولة وكويسة وهادية حسب عدد المرات اللي الجنين ممكن يرفض فيها مامته وهو جوه بطنها. وسأل نفسه سؤال جوهري في هذه التجربة، قال لك هل لو غيرنا نوع الموسيقى هيتغير رد فعل الجنين؟ وراح مشغل موسيقى هيفي ميتال وروك اللي هو زي الشعبي، وإذ بضربات قلب الجنين زادت جدا وقعد يرفص بقى، مش يضرب مامته، قعد يرفص جوه بطن مامته. فاستنتج من هنا ان الجنين وهو لسه في بطن مامته بيشعر بالموسيقى وبيتفاعل معها كمان. فواحد يقول لي ايه المشكله يعني لما تخش الموسيقى على المشاعر على طول؟ يعني انا مش شايف حاجه وحشه في الموضوع. انت دلوقتي بالحسبه المنطقيه بالكلام اللي بيقوله العقل يعني المفروض تقعد تذاكر عشان ما تتزنقش في اخر السنه، وده حقيقي. بس بمجرد ما تبتدي تقعد على المكتب وانت بيجيلك شعور بالملل، ما هو ده مشاعر، ما الملل ده مشاعر. في اغلب الاحيان ايه اللي بيحصل؟ لو الناحيه الشعوريه كسبت، اللي هو الشعور بالملل ده كسب، انت ما بتقعدش تذاكر. ويؤسفني اقول لك ان في اغلب الاحيان ده اللي بيحصل. لو دي ما اقنعتكش خد دي. حضرتك دلوقتي في علاقه توكسيك، علاقه منيله ب60 نيله، بيشد بودره، بيضربك وبيخونك، منحرف، بس حضرتك بتتغاضي عن كل ده معلش اصل انا بحبه. تحبي ايه يا استاذه؟ تحبي ايه يا استاذه؟ فللاسف سلطه المشاعر في اغلب الاحيان اعلى من سلطه العقل، وانا بعتبر بصراحه ان ده نوع من انواع الجهاد. فان انت تجيب شويه مشاعرك المطلقه ايه بقى ايه وتجيب الحجه المنطقيه العقل، طب ايه؟ طب ما احنا لازم يعني فاهم. فلو حضرتك معايا من اول الحلقه هتلاقي ان الموسيقى بتاثر على المشاعر، والمشاعر في اغلب الاحيان عندها سلطه اعلى من سلطه العقل. وفي النقطه دي تصرفات سيادتك اللي بيحددها المشاعر وليس العقل. دكتور دانيال ايمن في كتابه Change Your Brain Change Your Life قال لك ان اغلب الشباب اللي كانت بتسمع في سن مراهقه اغاني هيفي ميتال واغاني روك اللي هم زي الشعبي عندنا بأكدها، اغلبهم دخلوا مصحات عشان يتعالجوا من الادمان. بس انا ده شيء ما اقنعنيش. ليه؟ لان مش شرط عشان في حاجتين ماشيين مع بعض يبقى واحد فيهم سبب للتاني. correlation doesn't mean causation. لحد ما لقيت بحث 12 سنة 2003 في The Journal of Psychiatry and Social Psychology، وفي هذا البحث جابوا 75 بنت و70 ولد وعملوا عليهم شوية تجارب كده. نص الناس سمعت اغاني فيها دم وحرب وحركه وبتاع عنف يعني. النص التاني من الناس سمع اغنيه لنفس المغني بنفس الثيم بتاع الميوزك كده، بس اغنيه ما فيهاش عنف. بعد كده ادوا للمجموعتين دول شويه اسئله في استبيان كده، ومن الاسئله دي هيعرفوا يحددوا الناس دي بتفكر في ايه وحاسه بايه. المجموعه اللي سمعت الاغاني العنيفه كان عندها مشاعر وافكار عدوانيه وعدائيه،
لا تخلي بالك الكلام ده مهم، دولهم شويه جمل ناقصه كده فاهم، يعني فيها نقط وهم يكملوا النقط دي. مثلا انا احب كذا، واحد يكتب الخيار، واحد يكتب الاناناس. الناس اللي سمعت اغاني عنيفه كانت بتميل ان هي تملى الفراغات دي بحاجات عنيفه، بس رجعوا الناس اللي عملوا البحث ده قالوا لك يا جماعه لا ما تخافوش يا جماعه، الموضوع ده ليه تاثير لحظي يعني، بس مجرد ما طفينا الاغنيه واتكلمنا في موضوع تاني وشغلنا اغنيه تانيه الدنيا بتروح. بس المشكله الحقيقيه بقى ان انت تقعد تسمع الموسيقى دي الليل نهار في ودانك في عربيتك في التوك توك. المشكله هنا ان هي مش بتغير شويه افكار وشويه مشاعر لوقت لحد ما تقفل الاغنيه وبعد كده يروح الحال سابلهم. دي بتعمل حاجه اسمها تغيرات في الشخصيه، شخصيتك ذات نفسها بتبقى شخصيه عدائيه وعدوانيه، بتستسهل الحلول العدوانيه عن الحل اللي هو المنطقي او الحل السلمي. فالاغاني فعلا ليها تاثير على شخصيتك وبالتالي ليها تاثير على تصرفاتك. فدعوه صغيره للتامل في انواع الموسيقى المنتشره في الشوارع المصريه. الشعبي بلا منافس، الاغاني الشعبي، اشكالكم دي مستفزه بالمطوه، اخركم غزه، فتحت الغداره وهزفرها، والسينونيم بتاع الغداره اللي هي المطوه ومعنى هزفرها ان انا هعور بيها حد. هنعمل حمله نقطع خبركم، هنهد الجيهه which means المنطقه. ده طبعا غير المعاني المشوهه الجميله عن الرجوله والجدعنه والصحوبيه وصاحبتي اللي خانتني والبت اللي سابتني والحياه المره. المشكله ان بيبقى في جيل كده اللي هو ما بين سن 11 لسن 18 سنة، ده رؤيته للحياة بتبقى من هنا، هو بيبقى مقتنع ان هو بيكتسب فلسفته في الحياة وخبرته من الحياة من هذه النوعية من الأغاني. اللي هو مثلا تيجي تكلمه في حاجة يقول لك بص اخويا وراح مديك كوت للعالمي حمو بيكا، فطبعا هترد عليه تقول له ايه بعد كوت حمو بيكا؟ خلاص كل الكلام خلص يا حبيبي. بغض النظر عن الاغاني الشعبي، في راب منتشر دلوقتي. الراب ده لا في نوع بقى منه اسمه الدسات او الفايت، ودي ما بتبقاش اغاني، انا شايفها مش اغاني خالص. ليه؟ ان هو بيبقى عباره عن واحد يعمل اغنيه يا واقفين اتنين قدام بعض وبيتنافسوا مين يشتم التاني اصح، يعني مين تكنيك الشتيمه يطلع منه اصح بقافيه ووزن على البيت. بس من وجهه نظر الشخصيه بقيه انواع الراب تتسمع الجميزه تلميغ الجميزه، يعني هو حضرتك مفيش جمله مفيده نقدر نفهم منها حاجه فممكن تاثر فينا، يعني فاهم؟ هو الجميزه عايز اروح الجميزه، فماشي فعادي اسمع يعني. بس كريج بينكني، وده الراجل ده كان مغني واتجه يدرس علم الاجرام، وقال لك ان في دور كبير جدا على المغنيين. يعني مثلا الناس من اللي عملت الراب والهوجة المشهورة دي طلعوا في فيديو يعني بيلفوا مخدرات وبيشربوها، يعني ده كان كليب أغنية. شخصيا أنا ماليش دعوة لو أنت شربت مخدرات، جمهورك واخدينك أنت قدوة أسفا، فدول لازم يتعمل حسابهم. بس تجيلي كده وتقول لي في آخر الحلقة هل الموسيقى دي ذوق شخصي ما ينفعش نتدخل فيه، كل واحد حر يسمع اللي هو عايزه؟ أقول لك ما اعرفش. بس لو حد من زمايلي يعني في المجتمع العلمي عرف أي حاجة هاجي أقول لك. لحد ما يعرفوا هم اي حاجه اعمل سبسكرايب وسي فيرست، استاذنك تعمل شير لان انا كل مره بنسى اقول لك باظت خالص، باظت خالص.